بسم الله ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين الكتكوت اللي قدامكم ده عمر 6 أيام، عمره 6 أيام. أوزان ممتازة جدا. دول 5 فراخ موزونين على الميزانة، عاملين 830 جرام، 825 جرام. أما تقسم هيطلع المتوسط بتاعهم 180 جرام. عمر 6 أيام. المفروض ان الكتكوت يكون عمر 6 ايام ما بين 170 ل200 جرام. هو مديني 170 ل200 جرام عمر 7 ايام. النهارده عمر 6 ايام مديني متوسط 180 جرام، 185. اقل وزن 165. يعتبر وزن ممتاز جدا 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 في عمر 6 ايام. لو وزننا بكره ان شاء الله ما يبقى عمر 6 ايام، 7 ايام، هتتفرج تشوف انه بقى 200 جرام. معنى ان الكتكوت اداك عمر 7 ايام ما بين ال 170 لل 200 جرام، معنى كده ان الكتكوت هيكمل معاك دورة ممتازة، وهيكون معدل التحويل عالي. لان الكتكوت لو اداك عمر 7 ايام اقل من 170، اداك 150، 130، 160، 150، يبقى معدل التحويل هتأخر معاك شوية في آخر الدورة. اليوم السابع هو اللي بيحكم معانا الدورة هتمشي معانا ازاي. ولو انت خدت بالك، بسم الله ما شاء الله، الكتكوت عريان، نسبة التريش فيه قليلة جدا. مفيش نسبة تريش عالية لا في الديل ولا في الأجنحة. بيدل إن الكتكوت اللي بياكله بيحوله، بيبني الشاسيه بتاعه، بيبني العظم، بيبني العضلات، بيبني دهوت. عمر 6 أيام 160 جرام. ده لو وزنته بكرة هيديك 30 جرام، ما بين 30 جرام ل40 جرام. حط الترتيب يبقى كده 180. ممتاز خالص. الوزن بتاعه ده يعتبر اقل وزنه 160 جرام عمر 6 ايام. يعني هو فوق المعدل الطبيعي. لو بكره ان شاء الله ده هيبقى على طول 180. ممتاز. في كتكوت اهو هيجي الوزن اللي بعده، الشخه بتاعته برضه ممتازه، بيدل ان الكتكوت بتاعنا حلو وكويس، مفيش اي مشاكل. الوزن اللي بعده 185 جرام، يعتبر وزن ممتاز جدا 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 عمر 6 ايام. ده بكره هيبقى 210، 215. ما فيش اي مشاكل. بعد ما شفنا الاوزان كده، صلي على رسول الله عشان تكسب حسنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في قناة دكتور فايد للدواجن. ما تحرمناش من الشير واللايك وفعل زر الجرس واشترك في القناة عشان يوصلك كل ما هو جديد. احنا النهاردة ادينا، وسعنا مساحة كبيرة جدا، والمساحة اللي الواقف فيها دول 220 كتكوت. عمر 6 أيام واقفين في مساحة 150 كتكوت لعمر البيع. يعني يعتبر المساحة كويسة. نزلنا بالعلافات الداخلية، نازلين بعلافات داخلية صاجة هي، وسحبنا أطباق التحضير. يدوب في بالظبط ما بين 3 أطباق ل4 أطباق موجودين لحد عمر 15 يوم، وهنسحب اطباق التحضير. طيب، انا بسحب اطباق التحضير ليه وبستخدم العلفات؟ اول حاجه عشان اقلل نسبه السموم في العلف، ان الفرخ اللي هياكل علف ملوث بالزرع بتاعه هيعلي نسبه السموم. اقلل نسبه الاصابه بالامراض المعويه، لان الفرخ لما بياكل في طبق التحضير بيعمل ايه اللي بيجرى؟ ما بياكل في طبق التحضير، بياكل زرع ملوث ب علف ملوث بالزرع بتاعه، هيعلي نسبة السموم، هيعلي نسبة الإصابة بأمراض المعوية. بص يعني نفسك على عمر 10 أيام و15 يوم بيظهر عندك بوادر الكوكسيدا والكوليستيريديا، حتى أنت لو مربي على شبك. عشان كده بنسحب أطباق التحضير وننزل بالعلافات الداخلية، عشان الكتكوت ياكل علف مفيش أي زرع، يوم يقلل معايا نسبة الإصابة بالأمراض المعوية. لازم زي ما وسعت ازود التهوية وازود التدفئة في نفس الوقت. يعني لا كتم قوي
ولا هوي قوي، وفي نفس الوقت ازود تدفئة وافتح، ازود تدفئة وافتح. وخلي بالك ان درجات الحرارة بالليل بتكون مختلفة عن درجات الحرارة بالنهار. النهار الشمس بتطلع لحد الساعة 3، 2:30 كمان وتغرب الشمس. مجرد غروب الشمس درجات الحرارة بتختلف، وبص الجو بيسقع، وبالليل بقى الجو تلك يا جماعة. لازم تكون عامل حسابك ان انت بالليل تدفي كويس، تدفي كويس. طيب، هدفي كويس بالذات بالليل، بس ما اقفلش عشان ما عليش نسبة الامونيا في المكان. وما نسبة الامونيا تزيد في المكان هتعمل لي مشاكل تنفسية ومشاكل معوية في نفس الوقت. يبقى انا بعدم القطيع بتاعي. واحد يقول لي طب الفراخ راقدة كده ليه وما تتحركش؟ الفراخ راقدة لان يعتبر لسه موسعين، احنا لسه موسعين، عشان كده الفرخ لسه معرفش المكان جديد عليه. بص تلاقي الفرخ ايه، آه مرقد شويه. لكن مجرد الفرخ، انا يا دوب وسحت وصورت على طول، لكن مجرد الفرخ ما بيعرف المكان خلاص بيلف ويدور، ما بقاش خايف، ما عندوش رهبه للمكان ولا عنده اي مشكله. درجة الحرارة 30 درجة، درجة الحرارة 30 درجة. المية يا جماعة لازم تكون مية في نسبة الأملاح فيها كويسة. يا سلام لو تكون مية شرب عادية من الحنفية. لكن الناس اللي بتربي وبتستخدم الطرمبات اللي بتطلع من تحت الأرض بتبقى نسبة الأملاح عالية فيها شوية. نستخدم الغسول الكلوي ومنشط الكلى على طول باستمرار، عشان الحاجات دي ما ترسبش على الكلى والكبد، يقوم يحصل عندك مشاكل في عملية التحويل، أو يحصل عندك نافق. ما تنسناش بالشير باللايك بالله عليكم، الشير واللايك بالله عليكم. طيب، الكتكوت قدامه ايه النهارده في مية الشرب؟ انا نازل بمضاد سموم. نازل بمضاد ايه؟ مضاد سموم. سنت ونص على اللتر، سنت ونص على اللتر. طيب، انا عندي مضاد سموم بيولوجي ديتوكس، وعندي مضاد سموم نوع تاني مش فاكر الاسم. واحد حامضي وواحد قلوي. لا مش حامضي، واحد حامضي تمام، وواحد مش حامضي، يعني يعتبر ايه، عادي. بس الحامضي عليه نسبة الحموضة. النوع التاني مليان مليان بايه، نقول الاسم، اسمه ايجي توكس. اسمه ايجي توكس، مضاد سموم ومنشط كبد. مضاد سموم ومنشط كبد. بيحتوي على مجموعات كويسة جدا، في حمض الفوسفوريك والستريك والفورميك والاستاتيك، وفيتامين ب مركب، وفيتامين ج، وحمض البنزيك. ممتاز جدا، بيقضي على السموم الفطرية وبيحولها لمادة غير ضارة. بيمنع تكاثر البكتيريا الضارة في الطائر مثل الأكولاي والكوليستيريديا والسالمونيلا. يحتوي على أحماض تقاوم السموم ويمنع ظهور التقزم. طيب، في حركة الحمد لله في سوق اللحم. سوق اللحم وصل ل 39 تنفيذ، لكن هي يعتبر برضو قليل شوية. احنا في شهر رمضان كنا بنبيع بعنا بالأربعين وبعنا بالتسعة وتلاتين، وكان العلف ب10 آلاف، ما كانش فيه زيادة اللي هم ال7 آلاف اللي موجودين دلوقتي. وبقابلها برضو زيادة في أسعار الكتاكيت. بكرة الحاج عبد الجليل مسعر 4.5، 4.70، تسعيرة عالية جدا. في ظل غلو العلف اشتغل بحذر، بلاش تدخل الكمية بتاعتك كلها. يعني الناس اللي بتيجي أعداد كبيرة ما بين يعني 10 آلاف 15 5 آلاف، دخل نص الكمية. لكن الناس اللي بتربي زي حالتنا أعداد بسيطة 200 250 300 500، دخل كميتك عادي. ولو هتعرف تصرفها على ايديك يكون كويس وتوزع على الأهالي. البيع للأهالي يا جماعة يعتبر حاجة كويسة جدا، بتقلل معاك في بتزود معاك في المكسب، وتقلل معاك في عملية الخسارة، لأن أنت بتبيع للزبون مباشر، ممكن تبيع له بسعر التاجر. ولو أنت عرفت تتصرف وتجيب رياشة هتاكل فوق من القشات. ما تنساناش بالشير واللايك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.